السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس داليا، وتعالوا النهاردة نكمل خطوات تأسيس الأطفال من سن 3 سنين ل5 سنين. قلنا في الفيديو اللي فات خدنا خطوات ازاي بأسس طفل من عمر 3 سنين ل5 سنين، وفي قبله فيديو كان من 2 ل3 سنين. تمام. وقلنا خلصنا خلاص مسكة القلم، خلصنا التدريبات اللي بعد مسكة القلم، وكده دي كانت تدريبات ما قبل الكتابة. تعالوا ندخل بقى على الكتابة نفسها. الكتابة نفسها طبعا طفل جايلك 3 سنين ونص أو 4 سنين مثلا، طبعا في الحاجات اللي زي دي أنا بدخله على الحروف، بس ما بندخلش يعني على حسب استيعاب كل طفل. في طفل ممكن يستوعب كل اشكال الحروف في حصة واحدة، تمام، وفي طفل تاني ممكن يستوعب شكلين بس، في طفل تالت ممكن يستوعب شكل واحد، على حسب استيعاب كل طفل وبنديله. ممكن طفل استيعابه ضعيف ممكن ياخد شكل واحد بس من الحرف في حصتين 3، مفيش مشكلة، بنكمل كل حصتين بياخد شكل زيادة. يعني مثلا اول حرف عندنا الالف، بتعرفيه ان الالف في ساعات بيبقى فوقها همزة، تمام، في الف تحتها همزة، في الالف المد اللي هي من غير همزة، تمام، وفي بعد كده اللي هي الالف اللي بهمزة بس بيكون يعني بتتمسك من مع الحرف اللي قبلها، مش بتمسك الحرف اللي بعدها. طبعا الكلام ده انت ما بتقولهوش في حصة واحدة كمدرسة، ما ينفعش ان انت تديله الحروف دي كلها في حصة واحدة، ما ينفعش كلامك عن الحرف يكون كمية كبيرة في حصة واحدة، تمام. يعني ما ينفعش ان انت تحفظيه مثلا ان دي اسمها الف المد، ما ينفعش مثلا ان انت تقولي له دي بتتمسك مع الحرف اللي قبلها مش اللي بعدها، كله ده في حصة واحدة. مع عندك 3 اشكال او 4 اشكال عندك بعد كده الهمزة، تمام، يبقى كده عندك 4 اشكال لكل حرف، يعني كتير جدا، تمام. ما تديش الكميات دي مرة واحدة للطفل، على حسب استيعاب الطفل، تمام، على حسب استيعابه انا بعرف اديله قد ايه في الكميه، تمام، قد ايه الكميه في اليوم الواحد. الحصه بتاعتك حتى لو كانت طويله ساعتين 3 برضو ما تكتريش في الكميه، تمام، علشان هينسى وهيبدا هو مش عارف هو ده الف والف والف ولا كل ما الهمزه بتختلف مكانها يبقى كده مسموش الف، فهو ما بيبقاش عارف، فما تلخبطوش، تمام. بطلي برضو في نصيحة مهمة جدا لكل مدرسة، بطلي الأغاني على كل حرف، ما تديش كل حرف بأغنية، اللي هي الأغاني اللي بتبقى صغيرة أو زي نشيد كده صغير، يعني كلمتين 3 ماشي، بس الفكرة في حاجة إن في ساعات الطفل بتلاقي إن هو يركز على الأغنية ويسيب خالص اسم الحرف، يعني هو يركز على الوصف بتاع الأغنية نفسها، لكن اسم الحرف نفسه لا أنا مش فاكره، تمام، أنا حفظت الأغنية بس. ففي أطفال هتلاقيها بالشكل ده، وهنعرفها في حروف تانية وهوضح لكم الحكاية دي أكتر. عندنا أول حاجة الألف بتقولي له اكتب لي يلا الألف، بنكتب عصاية او حاجه شبه الواحد، تمام، بس بلاش تقولي له شبه الواحد قوي، ما تركزيش على الكلمه دي قوي، لان ممكن بعد كده هيجي بعد كده يقولك الالف ده واحد، تمام، وتيجي تدخلي له في الرياضه مثلا ممكن يقولك ده الف. يعني لو انت بتدي عربي ورياضه مثلا ولا حاجه هتلاقي ان هو بيلخبط ما بين الالف والواحد، فانت تقولي له شبه العصايه كده، و في همزه، تعرفيه ان الجزء اللي من فوق ده اسمه همزه، تمام، لان في ناس بتحفظوا ان عصفوره عصايه وعليها عصفوره. طيب هيجيلك بعد كده يقولك ايه ده عصايه وعليها عصفوره، طيب يعني ده ما اسموش الف، لا ده اسمه عصايه وعليها عصفوره. طب ما هتلاقي في لخبطه بالشكل ده، احنا عايزين نحفظه الاسم ولا الشكل، الوصف بتاع الشكل، انا عايزه احفظه اسم الحرف طبعا اكتر. وهكذا بيبدأ يكتب على السطر. لو
كتب في نص السطر بالشكل ده، اول مرة ممكن اعديها له، لكن تاني مرة لا، تقولي له اكتب لازم الالف دي مثلا تحتها همزة، تمام، بنكتب الهمزة من تحت، وهكذا برضو الالف على السطر نفسها والهمزة من تحت، تمام. دي مثلا الف من غير همزة، ممكن تقولي له ان دي اسمها الف مد، بعد كده ناخدها، او ممكن ان انتي ما توضحيش قوي ان هي اسمها الف مد، لربما يبقى فاكر ان كله الف مد، لان الطفل الذاكرة بتاعته صغيرة، تمام، او زي ما بيقولوا قصيرة المدى، يعني الطفل ممكن يحفظ لك الحرف بالشكل اللي هو يعجبه، فممكن يلخبط في اسم الحرف على حسب الكلمة اللي انت قلتيها، فما تدوش كلمات كتير. هنا مثلا الحرف ده تقولي له ان بيتماسك مع الحرف اللي قبله، تمام. في مثلا مدرسين بيعملوا مثلا دايرة هنا بحيث ان هو هيتماسك، يعني الناحية دي مش هيتماسك الناحية دي، وهكذا، تمام. هي جميلة بس ما تركزيش عليها قوي، علشان في طلبة هتلاقيها تقولك ايه لما يجي يقرا بعد كده، ما تدخلي في القرايه والكتابه بقى بتاعت الكلمات، هتلاقيه يبدا يقولك يا مس هي فين الدايره، انا عايز الدايره دي، يعني المفروض يعني كل حرف في دايره بينه وبين الحرف اللي بعده، هو بيبقى فاكر كده. لا طبعا انتي ما تركزوش قوي على الدايره. طبعا لو طفل 4 سنين ممكن اديله، او 3 سنين ونص، بس يكون ذكي قوي، بديله حرف واحد، يعني ممكن الالف بس اللي عليها همزه، طبعا احفظه شكلها، تمام. وبعد كده يبقى نزود اشكال تانية بعد ممكن ما يخلص الحروف كلها، او كل ما يخلص حرف واحد ممكن اديله الاشكال التانية، لكن ما تدوش الاشكال كلها في حصة واحدة، النصايح كلها ما ينفعش تبقى في حصة واحدة، تمام. هنا برضو الالف المد ليها يد، برضو بتمسك الحرف اللي قبله، ما بتمسكش اللي بعده، تمام. او زي مثلا ما بنقول ما تحبش تصاحب اللي بعدها، لكن بتصاحب اللي قبلها، تمام. فدي برضو، ودي الالف اللي عليها همزه برضو تحب تصاحب، لكن الالف اللي تحتها همزه ما تصاحبش حد، يعني لو جالك وقال لك يا مس ينفع اكتبها كده، تقولي له لا طبعا الشكل ده غلط، ما ينفعش الالف يبقى تحتها همزه وتبقى ماسكه يعني الحرف اللي قبلها. ودي هنا الهمزه دي بتيجي في اخر طبعا اللي هو اخر الكلمه، تمام. طيب وبالنسبة للفتحة والضمة والكسرة اللي هما الحركات دول بنديهم برضو بعد ما بنخلص الحروف، ما ينفعش انه وانتي اثناء الحرف نفسه يعني تديله برضو الحركات، تمام. انت كده بتديله كمية كبيرة في وقت صغير، فهو ولا هيفتكر ده ولا هيفتكر ده، وتعبك كله بيروح على الفاضي، تمام. وبعد كده بيقولوا ان انت مدرسة مش عارفة تأسسي او كده، فبنديله حبة حبة على حسب يعني استيعاب. بعد كده في عندنا هنا تمارين جميلة جدا، مثلا ضع دائرة حول حرف الألف، يبقى عندنا ادي مثلا أول كلمة أسد، أول حرف مثلا عندنا اهو ألف، حط عليه دايرة. بعد كده مثلا هنا أرنب، في حرف الألف فيها اهو يا مس، تمام، حط عليه دايرة، تمام. هنا مثلا أذن، في ألف فيها ألف، يعني في نفس الشكل ده في نفس الشكل ده. هنا كرسي، لا دي ما فيهاش. طب ماوس، لا ما فيش الشكل الالف اللي انا متعود عليه. طب فأس، اهي في الف اهي. في هنا ابره، في الف اهي اللي تحتها همزه، تمام. طبعا توضحي له ان الالف بكل اشكالها، لربما يكون بيدور على الشكل ده بس وينسى الالف المد والالف اللي تحتها همزه، طبعا على حسب ما انت اديتيله. يعني لو افترضنا تديله ده بس، يبقى خلاص تركزي على ده بس، ما ينفعش تجيبي له اللي تحتها همزه او اللي مشبوكه، تمام. لا لازم ان انت تركزي له على ده بس. بعد كده هو في الف. نور، في الف، لا ما فيش. اختي، هو في الف. اب، تمام في الف. في ساعات ممكن ينسى ويحط لك الالف
قصدي الدايرة على ألف والحرف اللي بعدها الحرف اللي قبلها أيا كان، ويبقى فاكر إن هو كده تمام. لا طبعا بتمسحها له، يعني بتقولي له لا ان هو الالف دي بس تمام، وامسحي الباقي. بعد كده في عندنا تاني مثلا قال لك وصل حرف الالف بما يناسبه، يعني الالف دي اللي عليها همزه مين هنا شبهها؟ فيها اهي دي تمام اهو وصلها. طب التانية دي الالف اللي هي يعني مرتبطة او مصاحبة اللي قبلها تمام اهي دي شبهها تمام. بعد كده دي الف برضو لوحدها يبقى اهي تمام، دي برضو اللي مرتبطة تمام اهو، دي اللي تحتها همزة اهي تمام. يبقى كده هو عرف يوصل كل شكل بشكله تمام. لكن لو وصل لك دي بدي لا يبقى ده غلط، يبقى برضو تمسحها له وتقولي له ان ده غلط، انا عايزه نفس الشكل بالظبط تمام. بعد كده مثلا هنا قال لك اكمل الالف دي او الالف دي تمام. اول حاجه اسد اسد تمام. شوف هل احنا في حرف قبلها ترتبط بيه؟ لا مفيش، يبقى تقف، يبقى نختار الالف دي. طب هنا ده فيها دي مد ايديها الحرف ده تمام، بحط لها الالف يبقى اللي هي المرتبطه مع اللي قبلها. هنا دي برضو كأس تمام برضو ترتبط. اذن لا يبقى عايزه الالف اللي هي طالما في اول الكلمه يبقى بنحط الف اللي في اول الكلمه. بعد كده هنا اخضر برضو في اول الكلمه يبقى احط الالف اللي في اول الكلمه. بعد كده هنا اب تمام، الالف مش بتشبك في الب لان الب بعدها مش قبلها. بعد كده هنا ابره تمام. بعد كده عندنا ضع دائرة حول حرف الألف. شوفي مين في ألف هنا أو ألف دي في دي. طب ده لا، طب ده لا برضو، طب دي دي، طب دي أيوه صح، طب ده لا، طب ده تمام وده تمام، ده لا ده تمام وده تمام. في الحالات اللي زي دي في السؤال ده تركزوا اني ما تدهوش الحروف اللي هي اللي لسه جديده عليه اللي ما خدهاش، ما تقوليش اسمها. يعني ما يقولكيش ايه الحرف ده يا مس تقولي له ب. لو قلت له ب او باء او ايا كان هتلاقيه ان هو ممكن يحفظ لك الحرف ده ان هو ده اسمه. يعني ممكن بدل ما يقول الف يقول لك باء، تقولي له جبتها منين يقول لك يا مس ستي اللي قلتها لي المره اللي فاتت. فدي طبعا من الحاجات اللي هتلاقيها صعبه شويه مع الطفل، ان الطفل قلت لك بياخد الكلام اللي يعجبه وبيبقى فاكر ان هو ده الصح تمام. بعد كده عندنا اكتب اشكال الالف. انا اتعلمت الاشكال طبعا، ده بتديهوله لما بتديله اكتر من شكل. يعني عندك الالف اللي عليها همزه، عندك الالف اللي تحتها همزه، عندك الالف اللي فيها همزه بس مرتبطه او مشبوكه مع اللي قبلها، في مثلا الف المد، وفي الالف المد برضو المرتبطه، في الهمزه تمام. عندك 6 اشكال. طبعا انت على حسب ما اديتيله اشكال ايه تمام. ما ينفعش ان انت تطالبيه انه يكتب لك ال6 اشكال وانت اديتيله شكل واحد، كده حرام عليكي انت تمام. المفروض على حسب انت كمس، على حسب الشكل اللي اديتهوله النهارده ياخده، غير كده ما ياخدش تمام. بعد كده اخر سؤال عندنا صور بحرف الالف. هتجيبي له صوره مثلا زي صوره الارنب مثلا اللي فوق دي، هتحطها له تحت هنا تمام. ومثلا عادي ده يعني مش واجب، هو الفكره ان يعرف صوره اسد مثلا وتقولوا ان اسد بيبدا بحرف الالف، ارنب بيبدا بحرف الالف، اخطبوط مثلا بيبدا بحرف الالف، وهكذا تمام. لو عندك صور مثلا حطها له مثلا هنا مثلا وهو يعرف ان الحرف ده بيبدا يعني او ان الصوره دي بتبدا بحرف الالف تمام. يبقى قلنا ان احنا الحروف ما بنديش الشكل كله مره واحده، الاشكال كلها مره واحده تمام. احنا بندي شكل واحد بس في كل مره، واحد بس، ركزي ان هو شكل واحد بس في كل مره على حسب استيعاب كل طالب. لو طالب ذكي جدا اديله شكلين
تمام. لو طالب لا مش ذكي، يعني اللي هو استيعابه ضعيف، يعني خف شويه، يبقى اديله شكل واحد. تمام. في الحصه شكل واحد، ما تديش فتحه وضمه وكسره وسكون مع الاشكال مع كل حاجه في حصه واحده. هتلاقي نفسك حرفيا الطفل ده هيطلع من الحصه هو ما فاكرش اصلا حرف اللي خده، لان هو اسم الحرف مع 4 اصوات مع 4 اشكال، الالف ليها 6 اشكال. طيب ده كله ده حرام جدا عليكي ان انت تديه للطالب، اللي هو لطالب في حصة واحدة في ظرف ساعة واحدة، ما ينفعش. طالب كده مش هيستوعب. يبقى على حسب استيعاب كل طفل انا بديله. تمام. وتحاولي ان انت تحطي لو في مجموعة عندك تحطي على حسب استيعابهم، وتحطيهم في مجموعة واحدة بحيث ان انت تشرحي مرة واحدة، هتشرحي شكل واحد تمام، هتشرحي شكلين تمام، مفيش اي مشكلة. تمام. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة، ولو حد عنده اي اسئلة تقدروا تسيبوها لي تحت في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.